السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده مهم جدا وسهل قوي، وحاجه كده كلنا بنحبها واطفالنا بيموتوا فيها. هقولك تعمليها ازاي في البيت بسهوله وبمكونات موجوده في كل بيت، وتطلع معاكي بالتحفه والجمال اللي انت شايفاه، وينافس اقوى المحلات وافضل المصانع. طبعا انا كنت هطلب الاكله دي من مطعم مشهور. لقيت العشر قطع عاملين اكتر من 500 جنيه. قلت لا، ازاي؟ جيت عاملاها بقى لولادي صدرين فراخ بس. عملوا معايا كمية كبيرة جدا، يعني معاكي 100 جنيه، 150 جنيه. عملت لك كمية وفرت فيها، بدل ما تشتريها من بره وفرت فيها 400 جنيه يعتبر. فانت دلوقتي كده نصلي على الرسول ونخش على الوصفة. واول حاجه كده نسمي الله، نجيب معايا صدرين من الفراخ. طبعا كان عندي نص فرخه في الفريزر، فلما لقيت كده قلت لا اطلعها بقى. فكت كده، كنت غسلاها مظبطاها، واول ما كده طلعتها حشت الجلد بتاعها وبدات اقطع فيها زي ما انت شايفه. طبعا انت لو جايباها ولسه ما غسلتهاش، اول حاجه تعمليها بعد ما تقطعيها كده هتعملي محلول نقع. اهم حاجه تشيلي الزفاره خالص من الفراخ بتاعتك علشان تعرفي تاكلي. هتعملي محلول النقع ده يا ست الكل فيه دقيق، حطي ملح، حطي ليمون، شويه خل مش كتير، وسيبيها بقى الفرخه، سيبيها في المحلول ده نص ساعه ساعه. كل ما تسيبيها بتنزل كل حاجه فيها والدم وتحوش الزفاره، وتبقى مية مية. بعد كده حابة تعملي ده قبل ما تقطعي الفراخ براحتك، بعد ما تقطعي الفراخ براحتك. طيب دلوقتي انا بقطع الفراخ بتاعتي، ما شاء الله الاكتاف بتاعتي كبيرة، فانا بحاول اقطعها على قد ما اقدر تكون شرايح. وطبعا بما ان الفرخة كبيرة فالصدور تخينة، فانا كنت بقسم الصدر نصين من فوق، لان الجزء اللي فوق ده بيبقى تخين. وبفتحها كده وابدا بقى اقطع الصوابع بتاعتي. هنحاول على قدر الامكان نطلعها صوابع مش رفيعه ومش تخينه قوي، عايزاها محمله كده تبقى مليانه معايا لحم، ما تبقى الصوابع رفيعه. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله صوابع تخينه وليانه. ونخش على تاني خطوه. عندي حله فيها ميه، ونحط فيها معلقه فلفل اسود، ومعلقه بابريكا، معلقه كمون، ومعلقه كزبره، ومعلقه ده كله معالق صغيره، وكركم، ومعلقه توم باودر وبصل باودر. ونحط طبعا الملح، معلقه خل واحده. ده يا ست الكل لو انتي هتتبلي على طول وتعملي في نفس اليوم. يعني انا سيبيها من ساعة لساعتين لو هتحطي فيها خل. نعم، انتي لو ناوية تعمليها قبلها بيوم ما تحطيش خل نهائي. احط الفراخ بتاعتي في التتبيلة دي واسيبها بقى كده على جنب تتبل. ونبدأ بقى نجهز الطبقة اللي من بره مقرمشة، اللي الكل بيبقى هيتجن عليها، بتاع التشيكن الستريبس. اول حاجة بنجيب معانا نص كيلو دقيق، وعليهم معلقة ونص كبيرة نشا. تمام، معلقة هرمية كده كبيرة ونص يكون نشا، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. وعندي نص باكو اللي هو مرقة الدجاج الفورية الجاهزة دي. وعندي بقى معلقة صغيرة بابريكا. تقريبا جميع التوابل اللي احنا حطيناها في التتبيلة هنحطها عندنا في الطبقة المقرمشة اللي هتبقى من بره، الطبقة الخارجية. يعني حطيت برضو كمون، حطيت فلفل اسود، حطيت بابريكا. طبعا انا كنت حاطه برضو بابريكا هناك، نسيت اقول لكم. وحطيت كركم، وحطيت برضو ملح وتوم باودر وبصل باودر. ولو عندك جنزبيل كمان حطي، بس انا ما كانش عندي. انا مش عايزاكي تقفي على حاجه، لو حاجه مش موجوده من التوابل دي استغني عنها، الا الكركم ده طبعا اللي هناخد منه اللون، اللي هيدينا اللون الحلو اللي انتوا شفتوه ده. تمام. نقلب بقى الكلام ده كله لحد ما يتجانس كويس جدا يعني. ونبدأ بقى نطلع الفراخ بتاعتنا من التتبيلة اللي احنا تبلناها بيها. ومكان التتبيلة هنزودها شوية مية، ونزودها حاجة بسيطة ملح. تمام. ونبدأ بقى ننزل بقطع الفراخ بتاعتنا في الدقيق اللي احنا عملناه. وهاتي بقى تقليب وتقليب، ما تضغطيش الدقيق على قطعة الفراخ بتاعتك. تمام، انا عايزاكي تفرفطيها كده ما بين صوابعك، وبعد كده تنزلي بالقطعة دي في المية اللي فيها التوابل اللي احنا طلعنا منها الفراخ، لمدة مثلا عدي من 1 ل5 مثلا وطلعيها. ويفضلي بقى قلبي ما بين صوابعك كده ما تضغطيهاش، علشان تاخدي الشكل التعريجي اللي بيبقى فيها والتكشكشة اللي بتبقى فيها دي. فهي الخطوة دي مهمة جدا ولازم تعوي فيها من
5 دقايق وانت بتقلبي فيها كويس. ممكن تعمليها طبقة واحدة، بس لو عايزة التعريجة اللي فيها دي تبقى اقوى تحطيها في المية مرة كمان، يعني تحطيها في المية كده مرتين بس. شوفي واخدة الشكل اللي احنا المطلوب كده. نعم، ما تكتريش عن مرتين علشان الطبقة ما تبقاش كبيرة بزيادة وتسيب قطعة الفراخ وتخلع منها. تمام. وقلبي بقى كويس لحد في الوقت ده بتكوني حاطة الزيت على النار. يعني ما تسيبيش قطع الفراخ تعمليها كلها كده وتسيبيها، لا. بعد ما تعمليها على طول حطيها في الزيت. يعني بتعملي على قد، عارفه حلتك او طاستك بتاخد 5 قطع 6 قطع، اعمليهم بس ما تعمليش الفراخ كلها. اول باول وحطي في الزيت. تمام. نحط بقى في الزيت يكون درجه الحراره بتاعته متوسطه. اول ما احطه كده اسيبه بقى، هدي النار شويه وما اقلبش، ما جيش ناحيته خالص الا اما يستوي ويقرمش ويبقى واخد اللون المطلوب ويكون مستوي معانا. شوفوا ما شاء الله، الله اكبر، واخد التجاعيده وما يفرقش حاجه عن اللي بنشتريه من بره خالص. هسيبه كمان نص دقيقه كده عشان اكون ضامنه انه مستوي من جوه كويس، واطلعه بقى على طول. وعلى ما اسيبه بقى يطلع في النص دقيقة دي اكون عملت الطبقة التانية. طبعا عندنا اجنحة وعندنا الزقزوقة اللي بتبقى في الكتف دي، طبعا عملتهم برضو بتبقى احلى واحلى. يعني انت نفس الطريقة دي ممكن تعمليها مع فرخة صغيرة تقطعيها على 8 قطع وتعمليها بنفس الطريقة، تطلع معاكي تحفة. يعني شوفوا ما شاء الله، كمان اللي بتبقى فيها عضمية وجلدة دي بتبقى واخدة شكل افضل واحلى. كمان الجلد كده بيديها شكل زجزاجي افضل يعني. وزي ما قلت لك احنا مش بنقلب خالص الا لو حاجه مش معدوله كده، نعدلها كده بالمعلقه حاجه بسيطه ونسيبها. نعم، في الاول كده ما نقلبهاش علشان الطبقه ما تقعش وتتبهدل مننا. شوفوا ما شاء الله الطبقه مقرمشه معانا. والمفروض انتوا متعملوش اللي انا بعمله ده، عماله اقلب فيها يمين وشمال وده غلط. الطبقه اصلا كانت هتقع من على ال الاجنحه. فاحنا خلاص على كده نطلعها، وهي استوت معانا نطلعها بقى على كده وتبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله واخده اللون القرمشه، كل حاجه مظبوطه. اهم حاجه ما تيجي تطلعيها بقى ما تعمليه زي كده وتحطيها في طبق، لا، عندك اي شبكه او مصفى وطلعي عليها واحده بعيد عن التانية، لان لو طلعتيه فوق بعضيه هتطرى معاكي، والطبقه المقرمشه دي هتلاقيها طريت ومش هتبقى لطيفه. وحاجه كمان، لما تطلعيه حطيه جنبك كده على المطبخ او على البوتاجاز، ما تروحيش تحطيه في مكان مقفول وهو سخن، لانه برضو هيرد وهيطرى. تمام. هنكمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة بنفس التكنيك، حاجة سهلة بسيطة مش هتاخد منك وقت. المهم بس الخطوات تمشي كويس جدا وهتطلع معاكي احلى ما يكون بإذن الله. وهنا بقى كنا خلصنا الكمية بتاعتنا. ما شاء الله أكبر، الله أكبر، من صادرين. شوفوا عاملين لي كمية قد ايه، ده يمكن كمان مش باينة، ده غير اللي ما شاء الله ولادي كانوا بيلقطوا من جنبي. وبصوا معايا الشكل، واخد الشكل المظبوط والفراخ مستوية من جوه كويس جدا. وهتعمليها في البيت ضمن نظافتها، ولا اجدعها محل هيعمل اللي انت بتعمليه ده. كلها حاجات سهلة وبسيطة، بس احنا لو نتشجع كده ونعملها. واتمنى اكون فدتكم ويكون الفيديو سهل وخفيف على قلبكم. واتمنى يا رب لو عجبكم تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس واعمليها وما تشتريهاش، حاجة سهلة وبسيطة. انت بقى ممكن تعملي جنبها ايه؟ ممكن تعملي رز ريزو، رز ابيض، رز بسمتي، رز اصفر، دي بقى حاجة ترجعلك انتي. انا عملت جنبها رز ابيض وشوية سلطة، وبالهنا والشفا على قلبكم. حاجة سهلة بسيطة. حطوا بقى اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وما تنسونيش في دعوة حلوة من قلبكم توصلني من القلب للقلب. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم.